استاذ توفيق كركر، رايك في الفصل 38 من الدستور؟ والله شيء غريب، لانه انا الاغلبيه نعرفها هي النهضه، والنهضه تقول بالثقافه العربيه الاسلاميه، ولكن نسيت ربما باللي جامعه الزيتونه قام بمحاولات عديده للاصلاح منذ بداية القرن التاسع للقرن العشرين، وعملوا مشاريع إصلاح التعليم الزيتوني. وفي كل المشاريع اللي يحكيوا عليها اللي تعمل يطالبوا بتعلم اللغات الأوروبية وبالبتاع العلوم الحديثة اللي يسموها هم العلوم الحديثة اللي كان معناها التعليم الزيتوني عاجز عن تقديمها للشباب وقتها. وهذا شيء غريب، يعني كيفاش حزب النهضة اللي يعتقد أنه يحب الأصالة ويحب الحضارة العربية الإسلامية ويفسخ الجزء من التاريخ تاع تونس، من تاريخ جامعة الزيتونة أصلا. هذا شيء غريب لا يفهموه.